له بذكر الله انساقت له نفسه في طاعة الله. وليحذر المسلم إذا كان في العشر الأواخر ومعه رفقة فوجد منهم من لا يعينه على ذكر الله ووجد منهم الغافل نصحه، فإذا انتصح فالحمد لله، وإذا لم ينتصح فإياك ثم إياكم أن يلهيك عن ذكر الله. فما شقي العبد شقاء مثل قرين السوء، ولذلك قال الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه. الله أكبر، يعض الإنسان على أصبع على أصبعين، لكن على يديه من شدة الندم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هذا الذي يضحك منك إذا ذهبت إلى المسجد، هذا الذي يستهزئ بك إذا وقفت مع الراكعين والساجدين، هذا الذي يؤذيك ويهينك ويسيء الظن بك،